بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اعتبارا للهجوم الشامل من قبل روسيا على أوكرانيا الذي قد استمر أكثر من الشهر الكامل، وعلى وشك حلول شهر رمضان الكريم، أود أن أوجه خطابي إلى جميع المفتيين ورؤساء مجالس العلماء وأهل العلم والقادة الإسلامية والدعاة في جميع الدول المسلمة. سماحة المفتي فضيلة رئيس مجلس العلماء، أهل العلم، فضلاء القادة الإسلامية والدعاة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مسلمو أوكرانيا في القرم بعد احتلال وطننا الحبيب عام 2014 وقعنا في المأساة، لأننا في الحقيقة قد هجرنا مرة أخرى في ظروف الحرب الهجينة المعاصرة التي سببتها روسيا. بعد مرور 8 سنوات من احتلال القرم قد استطعنا بعون وحمد الله تعالى أن ننطلق من الصفر، وأسسنا إدارة دينية التي تجمع عشرات جمعيات مسلمة في أنحاء أوكرانيا كلها. وبعدما بدأت أن تثمر إدارتنا ثمرات ونتائج بعد فترة من احتلال وطننا، مراعيا احتياجات مسلمي أوكرانيا عموما ومسلمي القرم خصوصا، فإن روسيا أوقدت نار الحرب من السماء والأرض ضد أوكرانيا وأهلها. ومن الطبيعي أن تلك الحرب قد أضرت بالمسلمين مباشرة، وفي الحقيقة هي حرب وحشية ضد الإنسانية الجمعاء، لما تستهدف بالقصف الأحياء والمساكن والمولات والممرات الإنسانية، ولما تضرب الطائرات العسكرية بمستشفيات الولادة وروضات الأطفال والمدارس، ولما تغتصب النساء ويقتل المدنيون والصحفيون. إن الجماعات المسلمة كما جميع سكان أوكرانيا قد تأثروا بالحرب. آلاف من المسلمين قد وقعوا تحت القصف العنيف، وتستهدف أثناء ذلك القصف المساجد التي صارت مأوى للمسلمين، وقد تضررت الآن كحد أدنى 3 مساجد. عشرات آلاف من المسلمين وأغلبهم النساء والأطفال هجروا إلى مناطق أوكرانيا الشتى أو خرجوا حتى إلى خارج البلد. وأما المسلمون في مناطق أوكرانيا التي احتلت روسيا وقعوا في الاضطهاد والاعتقال والتعذيب، وهم إما يجبرون على التعامل مع المحتلين وإما يقتلون لعدم التعاون معهم. ولدينا معلومات عن اختطاف النشطاء ومنهم رؤساء الجمعيات الدينية، وذلك في محافظة خرسون كمثال. أحبتي في الله، روسيا تطبق ذلك في الحقيقة منذ زمان، منذ سنوات عديدة. صوت آلة العقاب تضرب بظهور المسلمين وتتارى القرم في القرم المحتلة منذ 2014. الابتزاز والتعذيب بالكهرباء هي وسائل عادية حقيقة بالنسبة للروس منذ 8 سنوات. تتار القرم هم شعب مسلم أصيل لأوكرانيا، وذلك الشعب منذ 300 سنة يتعرض للإبادة الجماعية من قبل روسيا. لقد تم احتلال القرم بالقيصرية الروسية عام 1783، وكان نتيجة ذلك الاحتلال إعدام عشرات آلاف من مسلمي القرم، كما هجر مئات الآلاف من منازلهم ووطنهم، وذلك تقتيل المسلمين واضطهادهم من قبل الحكم السوفيتي، ومنه قتل مفتي القرم نعمان شلبيجيهان رحمه الله، ومنه تهجير شعب تتار القرم عام 1944 إلى بلاد شرق آسيا ومنطقة أورال، وقد توفي أكثر من ثلث الشعب أثناء ذلك التهجير.
ومنه احتلال القرم عام 2014 واعتقال المسلمين ومضايقاتهم المستمرة. 84 مسلم كحد أدنى كانوا مسجونين في القرم على وشك بداية الحرب الحالية، وأغلبهم قد حكم عليهم بالسجن لمدة طويلة من 13 وحتى 18 سنوات. وما سبب ذلك إلا مجرد الكلام في المساجد عن الإسلام وأحداث يوم القيامة. منذ 8 سنوات من الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم يستمر عمليات تفتيش المساجد والمدارس الدينية ومنازل المسلمين، ويهدد الأئمة بالغرامات الضخمة إجباراً من سلطات الاحتلال الروسي على الخضوع والطاعة. إن في ذلك دليلاً على أن هذه الحرب التي تستمر منذ 8 سنوات أثرت على المسلمين وتتار القرم أولاً بشكل مباشر. واليوم روسيا في الحقيقة ترتكب إبادة جماعية لأوكرانيا وشعبها بكامله، ولا يكتفى بذلك فحسب، بل إن أوروبا والعالم كله في خطر كبير بسبب طموحات سياسية للرجل الواحد الذي يهدد العالم بالسلاح النووي الذي سيكتب اسمه على صفحات التاريخ مع الطغاة مثل فرعون ولينين وستالين وهتلر. أحبتي في الله، التفاتا لقول نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإني أوجه خطابي إليكم وأنا قائم ها هنا في عاصمة أوكرانيا كييف التي تقصف ليلا ونهارا في إحدى المساجد، ومضمونه طلب التعاون والمساهمة. كما أسألكم أن لا تنسون من دعائكم، وأطلب منكم الدعم الإعلامي وذلك في غاية الأهمية بالنسبة لنا. كما أسألكم على وشك حلول رمضان الكريم تقديم المساعدة الإنسانية في ضوء ظروف الكارثة التي وقعت فيها بلدنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يزيدكم من فضله ويوفقكم للعمل الصالح ويجزيكم خير الجزاء في الدنيا والآخرة. واستغلالا الفرصة أود أن أهنئكم بحلول شهر رمضان الكريم القادم. كل عام وأنتم بخير. أتمنى أن يصبح ذلك شهر الصيام شهر الخير والبركة للأمة الجمعاء ولبلادنا كلها عامة ولأوكرانيا خاصة. كما أسأل الله عز وجل أن يرعى السلام والاستقرار في العالم كله، وأن يوقف الشر وظلم الطغاة. آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.